ايه اكتر دعوة احافظ عليها عشان اخرج من الهم والحزن وربنا يرزقني بالفرج والرزق؟ آية وحديث. الآية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. على سبحتك 100 مرة. الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وهمي إلا أبدله الله مكان حزنه فرحا. سيدنا النبي قال كده. قلنا يا رسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال. جايلكم في فيديو جديد ويوم جديد، كله طاقة ايجابية، كله حماس، كله كده ان شاء الله شغل في شغل. بس يا رب بإذن الله كده الفيديو يعجبكم. وقبل اي حاجة يا بنات، يا ريت كده تنزلوا في الكومنتات تصلوا على النبي عشان خاطر الفيديو بتاعنا يتملي كده بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. مفتاح يومك كده يا حبيبه قلبي الاستعانه بالله، وان انت تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وان شاء الله باذن الله ربنا هيعينك على مهمات يومك. قررت بقى كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي ان انا اطلع كده على السطوح انضف ليهم لل... للطيور بتاعتي وكده. لان طبعا الفتره اللي انا تعبت فيها دي وقبلها وانا مكسله خالص ان انا انضف لهم، فالدنيا يا بنات خرجت كده من تحت ايدي بصراحه. يعني انا بصوا ما عدتش قادره اسيطر على الموقف. زي ما انتم شايفين بقى، طبعا انا بعلف البط والفراخ بتاعتي وكده، ببسلهم سرسم اللي هو الرجيع بتاع الرز ده، لما انا بروح ابيض وكده اللي بيطلع من الرز مع ذره مع اكل مع حاجات من دي. فالحمام بتاعهم ما بيكونش ايه، يلزق في الارض، بيبقى عامل زي السرس كده، بعمل تشوفوا الرمل زي الرمل كده زي ما انتم شايفين كده. طبعا الاوضه طبعا كانت مليانه كده ومتبهدله، فاستعنت بالله كده. وكان الكلام ده يا بنات يوم الجمعه العصر، كان يوم الجمعة العصر يا حبايب قلبي. قلت استعين بالله كده واصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واطلع كده ايه اكنس. مسكت بقى الاوضه كده زي ما انتم شايفين، كنستها كلها يا بنات، ولميت الحاجه كلها في جنب واحد، وجبت شكاره كده وعبيتها. انا اسفه بقى يا بنات على صوتي، بس انا عندي برد جامد قوي بصراحه. بقالي يومين كده مش عارفه برد ايه اللي بيجي في الصيف ده بصراحه. فزي ما انتم شايفين بقى الاوضه بقت زي الفل معايا كده، وطلعت بقى الشكاره بتاعه العك دي بره. والدنيا بره يا بنات بجد حاجه منظرها فظيع. وطبعا احنا في الصيف ما ينفعش ان احنا نسيب مكان الطيور فتره من غير ان هو يتكنس. لازم يا بنات اول باول كده نكنس وننضف، عشان خاطر منعا لاي حشرات اي حاجه، لان طول ما بيتك من بره نظيف دي واجهه بيتك. يعني انا مش بقتنع بالناس اللي تبقى منضفه جوه ويبقى سلمها مش نظيف، يبقى سطوح بيتها مش نظيف، مدخلها مش نظيف. بالعكس انا بحب انضف بره قبل ما انضف شقتي. ليه؟ القرف اللي بره ده هيجي على شقتي، انما طول ما بره الدنيا نظيفه انا بقدر اسيطر على الموقف جوه في شقتي. فاهم حاجه يا قلب اختك كده؟ مش تقولي مثلا شقتي نظيفه، لا مش مهم السلم ولا مهم المدخل، لا يا حبيبه قلبي، اهم حاجه واجهه بيتك، اهم حاجه سطوح بيتك. الحاجات دي برضو من اولويات، يعني مش تفتكري ان انت اولوياتك شقتك بس، لا، الحاجات دي برضو من نفس الحسابات بتاعتك. فاوعي ان انت تكسلي على حاجه وبعدين هنا في البيت مفيش الا انا، يعني انا وماما تحت، فمين اللي هيجي يعمل لي؟ هسيبه لمين طيب؟ فمفيش غيري انا اللي بكنسه. فلازم ان انا تبقى ايدي فيه اول باول. جبت بقى الجزء اللي انتم شايفينه اللي هو عند الاوضه بتاعه البط والفراخ دي. الاوضه دي يا بنات احنا عاملينها على ايدينا كده بالخشب. كان عندي بقى ابو العيال فضل فتره كده بيحب الحمام وكده، كان عنده هوايه ان هو يربي الحمام، فعمل الاوضه دي وبسم الله ما شاء الله كانت مليانه حمام مليانه. الحمد لله بقى جه حد كده يعني نظر الاوضه، مات مننا اكتر من 60 فرد حمام والله العظيم يا بنات. واللي كان باقي بقى كله عيه. فبصراحة اتعقدنا منه كده وبعنا اللي بعناه وذبحنا اللي ذبحناه وفضيناها خالص. قعدت بقى بربي فيها مثلا فراخ بط اي حاجة، يعني ايه، بستفاد منها احسن من الحمام، لان احنا كده كده اصلا ملناش تقل عليه. فاستفدت انا بقى من الاوضه كده، ببيت فيها بط فراخ حاجات من دي، وباجي من العصر للعصر كده افتح لهم يتهووا بره على السطوح، عشان الخنقه برضو، لان الطيور دي اهم من الاكل ان انت تطلعيهم كده وتجريهم، ان هما كده يطلعوا ويتهووا ويمشوا على السطوح. دي يا بنات اهم من الاكل والله. ما ينفعش ان هما يتحبسوا على طول كده. زي ما انت شايفه كده يا قلب اختك، انا بجيب جزء بجزء عشان خاطر ايه، ما احسش ان انا تعبانه. بدلت بقى الكاميرا، حطيت الكاميرا كده الاتجاه بتاع الاوضه اللي هي الخشب اللي انا كنست عندها، وجيت هنا بقى العشه الصغيره دي.
العيش الصغيره دي مثلا لما بيحبوا مثلا ان هم يكون في شمس او حاجه بينزلوا كده تحتها، وبحط لهم الميه والاكل فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الجزء التاني كان خلص، فجيت انا بقى من الناحيه دي كده عشان خاطر اكوم العك بتاعي كله فوق بعض. عايزين بقى يا بنات كده اللهم صل على النبي نتكلم عن الناس اللي هي المتسرعة، الناس اللي هي يعني ايديها سابقة دماغها. بجد دي عادة سيئة جدا جدا جدا، يعني في ناس حوالينا هنا كتير انا بشوف الموضوع ده. فالموضوع ده بصراحة مضايقني قوي، ان احنا نبقى ايدينا سابقة دماغنا، ان احنا في اي حاجة لا ده انا هعمل، لا انا لا مش كده. مش كده، الدنيا مش فتوانة، الدنيا مش بالدراع. محبة الناس ليك عمرها ما هتيجي كده. انت فاهماني؟ يعني محبة الناس ليك عمرها ما هتيجي ان انت تخوفوهم منك، ان هم يبقوا خايفين منك قلقانين منك، لا طبعا. دي مش هتبقى محبة، دي ان هم هيبعدوا عنك خوفا منك، وابتلاء يعني بيحاولوا ان هم يبعدوا عن المشاكل. زي ما بيقولك كده ابعد عن الشر وغني له. فلا انا اقرب الناس مني بمحبتهم ليا، بكلامي الكويس معاهم، بافعالي الكويسه معاهم. لان بجد ما هياش مستاهله ان احنا نزعل بعض، مش مستاهله ان احنا نقف لبعض على الواحده. فيا ريت الناس تحسبها صح الاول بدماغها. وهي مش مثلا ان انت تقول لا خلاص مش مشكله، مش لازم اعمل مشكله، انت كده اتنازلت عن حقك وكده بقيت وحش. لا والله العظيم، لا والله مش كده خالص خالص. واللي بيحسبها كده يبقى غلطان. يا بنات بصوا ربنا غفور رحيم. احنا يا بنات مش هنسامح؟ احنا يا بني ادمين يا بشر مش هنسامح؟ مش لازم نقف لبعض على الواحدة، مش لازم نقف نقول لا احنا هنعمل وهنسوي لا، لازم الناس تطول بالها، لازم الناس تفكر كويس. لازم الناس مش تخلي المشاكل كده تبقى معاها على طول في اي كلمة، لا انا هعمل انا هسوي انا هضرب انا. لا يا بنات والله يعني الدنيا مش مستاهلة اي حاجة من دي غير الطيب والمعروف. لان احنا مش هناخد معانا حاجة غير عملنا في الدنيا. فحاولي على قد ما تقدري ما تمليش الدفتر بتاعك عند ربنا كله يبقى حاجات وحشة. ان انت تأذي الناس، ان انت تتخانقي مع الناس، ان انت تكرهي الناس فيكي. لا، كل حاجة انت بتعمليها محسوبالك ومكتوبالك، خدي بالك. يعني انت هتنسي، عندك ملايكة بتسجلك كل حاجة انت بتعمليها اذا كانت حلوة او وحشة. ما تخلوش كده يعني دماغكو يعني ايديكوا تبقى سابقة دماغكو. خلي دماغكو دايما شغالة الاول، احسبوا كل حاجة صح الأول قبل ما تعملوها، عشان ما ترجعيش تندمي وهيبقى فات الأوان خلاص. مش هتقدري بقى ان انت ترجعي حاجة تاني. فنصيحتي لكم يا حبايب قلبي، فكروا بدماغكم الأول. ما تتسرعوش في أي حاجة، ما تحكموش على أي حد كده يعني من أفعاله. فاحكموا على الناس يعني باللي انتوا حاسينه جواهم، وبلاش تبقي متسرعة. لأن التسرع ده وحش وبيخسرنا كتير أوي والله يا بنات. فربنا يا رب يبعد عننا التسرع والناس المتسرعة والناس الوحشة اللي هي بتبقى موجودة أصلا عشان تأذي غيرهم. ربنا يبعدهم عننا ويبعدنا عنهم يا رب، اللهم أمين. ما يجمعناش بيهم لا صدفة ولا بميعاد يا رب. طبعا بقى أنا جايباه زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، جايباه كده جزء جزء عشان خاطر الدنيا مش تخرج كده مني وتبقى بقى أجيب كله كده في بعضه. لا، هيبقى الموضوع بالنسبة لي مرهق. ان انا اجزأ السطح كده واخده جزء جزء، ده بالنسبه لي كده راحه بصراحه. يعني انا بقسمه كده على 3 اجزاء او 4 اجزاء، وكل جزء بعمله بعبي الحاجه بتاعته كده في جنب، واقعد كده اجيب الشكاره بتاعتي واعبيها. طبعا يا حبايب قلبي انا يعني هدفي من الفيديو دوت ان انتي ما تقوليش بيتي بس، لا طبعا في حاجات تانية اهم، زي سطوح بيتك زي ما قلت لك، زي المدخل، زي السلم، زي الشارع اللي هو قدام بيتك. مش تقولي لا انا مالي، لا ان شاء الله يولع، لا انا مالي ومالي العك اللي فيه ده، العيال بترمي العيال بتعمل. لا، قولي ربنا يديك الصحة ويديك القوة وتعملي وتنظفي. صدقوني يا بنات ده الصحة والقوة دي من عند ربنا كنز. فطول ما انت ربنا مديك الصحة والقوة وبتعملي اوعي تزعلي، لان بجد النظافة من الايمان والله يا بنات. فربنا يا رب يدينا الصحة وما يحوجناش لحد ابدا غير ليه. ويا رب يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين. ويجعل سعادة الدنيا تحت رجليكم وبين ايديكم يا حبايب قلبي. ويا رب ينصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان ويعينهم على اللي هم فيه. يا رب يزيح عنهم البلاء والغمة، ويا رب كده ينصرهم، يا رب ينصرهم نصرا عزيزا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل على النبي بقى يا بنات. كان ده اخر جزء كده معايا، الجزء ده اللي هو الاخير اللي هو عند الطبق بتاع الدش بتاعنا. ده الجزء ده اللي هو منه للشارع بقى، اللي هو تحته على طول البلكونات بتاعتي.
البيت بتاعي كده واخد على يمتين، خلفي واليمه اللي هي الايه الاساسيه، يعني اللي هي بتاعه البوابه بتاعتنا. فربنا يا رب يزيدكم كده ويا رب اللي نفسه في بيت ملك ربنا ينوله اللي في باله ويحقق له كل اللي في باله. اهم حاجه ان احنا نسعى كده ونقول يا رب، لان مفيش حاجه هتجيلنا واحنا قاعدين. فطول ما انت بتسعي وبتجتهدي وبتقولي يا رب، ربنا باذن الله ينولك كل اللي في بالك ان شاء الله. وربنا ما يحرجناش لحد ابدا يا بنات. وعودي نفسك كده ان انت طول ما انت بتتعبي وبتجتهدي ان شاء الله ربنا عمره ما هيضيع تعبك على الفاضي ابدا ابدا والله. فاحنا يا بنات كده نجتهد وندعي ربنا، وباذن الله اللي عند ربنا خير، خير قوي كمان وخير كويس جدا. ربنا عمره ما بيعمل فينا حاجه وحشه ولا بيشيلنا حاجه اكتر من طاقتنا يعني. ربنا بيدينا الحاجه اللي عارف ان احنا قدها، عارف ان احنا قادرين ان احنا نشيل الحاجه دي، ان الحاجه دي فعلا يعني مش كتيره علينا. فربنا بيدي كل واحد الحاجه اللي قادر عليها. فربنا يا رب ما يحملنا فوق طاقتنا، اللهم امين يا رب العالمين. وان شاء الله باذن الله كده طول ما انت بتدعي ربنا، ربنا باذن الله يرزقك بالاحسن والاحسن. شوفوا بقى كده جولة كده في سطحي المتواضع، شوفوا بقى النظافة، شوفوا بقى الروقان، شوفوا بقى المنظر الجميل. عشان حتى لو حبينا ان احنا نقعد فوق يبقى المنظر معاكم كده كويس. طبعا انا كنت لسه معلفتش البط ولا الفراخ، قلت بس انضف لهم الدنيا كده وانزل بقى اجيب لهم ميه واجيب لهم بقى الاكل بتاعهم وايه يبقوا ياكلوا كده على نظافه. الدنيا يا بنات بقت زي الفل كده، شمعة منورة. قولي بقى رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة، يا رب بس كده يعجبكم وينال رضاكم ويكون كده عند حسن ظنكم يا حبايب قلبي. انا بس حابة ان أنا انوع لكم كده بعيد عن البيت شوية عشان خاطر ما تزهقوش كده وتملوا مني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله بقى البط والفراخ بتاعتي كده في العشة. لو تفتكروا يا بنات، لو انتوا معايا من فترة، البط والفراخ دول انا كنت جايباهم طالعين من البيضة، يعني كنت جايباهم عمر يوم وانا اللي مربيهم ومؤسساهم كده. فان شاء الله باذن الله لو عايزيني بقى اجيب معاكم بالخطوات وكده واقول لكم، باذن الله انا تحت امركم واعمل لكم اللي انتوا عايزينه. بالنسبه بقى للمقطع بتاع السلم ده، انا عاملاه قبل السطوح، عاملاه يوم الجمعه الصبح اول ما صحيت من النوم كده وانا مولعه على الاكل. بس قلت إيه السلم بتاعي يا بنات كان مش نظيف خالص. يومين التعب دول بصراحه عجزولي عن حاجات كتير. فقلت بدل ما مثلا السلم بتاعي يكون مش نظيف والشقه من جوه تكون نظيفه، الهوا يطير ده كله عندي، لا انا هقوم الصبح كده الاول اكنس السلم، طالما انا عندي نيه لله ان انا يعني العصر هطلع اكنس السطح. فكنس السلم دي بصراحه كان الصبح، ما كانش الوقت اللي انا عامله فيه السطح. فمسكت بقى السلم كده من فوق خالص كده، جبته لحد الشارع تحت، لان انا بحب اصلا يوم الجمعه ان انا اكنس السلم بتاعي وامسحه. بس بيني وبينكم يا بنات انا ما مسحتوش اليوم ده بصراحة. انا مسحته تاني يوم اليوم ده، بس ما صورتوش بقى. يعني انا نهيت الفيديو ده عند الكنس، لان بصراحة ما قدرتش ان انا اكمل، لان طبعا زي ما انتوا عارفين انا كنت عاملة فيديو تاني منزله لكم يوم الجمعة، وكان طبيخ وكان غير كده وكده كمان الاوض كنت بظبطها وكنت بعمل حاجات تانية كتير. فقلت مش هقدر ان انا البخ نفسي وامسح كمان، لان كنا اليوم ده يوم الجمعة، كنا قبل الصلاة. فقلت لا، طالما اتكنس معايا وبقى نضيف كده، المسيح بكرة بإذن الله. فانا يا بنات مسحته تاني يوم اللي هو السبت. ام بسمة حبيبه قلبي واختي وعلى دماغي من فوق زعلت يا بنات الفيديو اللي انا ما قلتش فيه اسمها. انت حبيبه قلبي من جوه يا ام بسمة، ربنا يبارك فيكي ويخليكي، وربنا ما يحرمني منك ولا من دعمك ليا، وربنا يخليكم ليا كلكم يا بنات. وبجد انتوا شرفتوني ونورتوني وكترتوا عيلتي الجميله، وانتوا كلكم على دماغي من فوق والله العظيم. اصغر اخت واكبر اخت فيكم على دماغي من فوق. وام عمر حبيبه قلبي من اسكندريه، ناس كتير قوي والله يا بنات، خايفه انسى حد. وسوسو حمد من السودان. اللهم صل على النبي، ناس كتير بصراحة أنا نسيت اسمهم أصلا، وساعة ما باجي أسجل معرفش أساميهم بتروح من على بالي ليه. ومعايا إيميل بيوسف، ومش عارفة إيه تاني تقريبا برضو اسمها أم يوسف. يعني معايا ناس كتير قوي 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 بيعلقوا لي ومش بيسيبوا لي ولا فيديو. فبالله عليكم تسامحوني كده لو أنا ناسية أي أخت فيكم. فأنا بصراحة بخاف أقول اسم حد عشان خاطر مش أنسى أسماء إخواتي فترجعوا تزعلوا مني. فانا بس عايزاكم كده تعذروني وتسامحوني يا حبايب قلبي، وتقولوا لي بقى نوعية الفيديوهات دي بتعجبكم ولا ايه. ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. استنوني في فيديو جديد ويوم جديد، اسيبكم في رعاية الله. يلا يا حبايب قلبي، مع الف سلامة.